بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي، حبايب قناة حنان ودنيا، حبايب مطبخ حنان ودنيا، ربنا يبارك فيكم يا رب. ما تنسوش اللايك بيرفع القناة، وتدعموني كده بتعليق حلو. حتى المشاهدة بتسعدني جدا، لما بلاقي حد بيشاهدني بكون مبسوطة جدا. دلوقتي احنا معانا ايه؟ معانا حاجة جميلة جدا موجودة، يعني ومش غالية ورخيصة، يعني سعرها حلو مناسب لأي حد. بما اننا بقى الدنيا بقى ما شاء الله، يعني الأسعار زادت، وربنا يقوي كل يا رب صاحب بيت، ويقوينا يا رب العالمين. لقيت كده ايه اللفت دوت؟ هتقولولي ده فيه اصفر، هقول لكم ماشي. إيه، سمح الله رجل اذا باع، سمح الله رجل اذا اشترى. يعني السماحة في البيع والشراء. انا لقيت ست كبيرة كده قاعدة غلبانة بتبيع في اللفت دوت، اخدت منها. تمام. خدت ب5 جنيه كام ربطة؟ 6 ربط، كل ربطة بيكون فيها حوالي 3 روس او 4 روس. تمام. جبته كده، خدت الورق الاخضر اللي فيه، هعمله ايه؟ هعمله محشي لفت، هيبقى زي السكر. يبقى انا جبت اللفت، استفدت منه في حاجتين، عملت منه المخلل وعملت منه المحشي. طبعا انا عندي دودو ما بتحبش اي محشي يكون اخضر، حتى ورق العنب. جبت لها كوسه، هعمل لها محشي كوسه وفلفل، واحنا هنعمل ايه اللفت دوت. واللي عايز ياكل من ده ياكل، اللي عايز ياكل من ده ياكل. ان شاء الله هعمله معاكم على القناه اللفت، وهتشوفوه جميل جدا. اوعي ترمي ورق اللفت. تمام. اخدت كده اللفت، وطبعا نضفته من بره، بيكون فيه قشره كده وفيها طينه. طبعا نضفته، ما خدتش العروق كلها، انا خدت حاجات بسيطه خالص من العروق. تمام. المخلل دوت انا يعني عايزين ناكله على طول، مش عايزين نسيبه لفتره. يعني لو انت هتعمليه وتسيبيه لفتره كبيره، فخلي الراس زي ما هي بحالها، بس شقيها من عند الراس كده وسيبيها كامله زي ما هي، حتى بالعروق الخضراء اللي فيها. هكمل كده تنظيف العروق ديت. طبعا وانا قطفت بقى الورق الاخضر الحلو اللي كان معايا، ورقه عريض وجميل. تمام. هقول لكم انا عملت فيه ايه في الفيديو معانا. تابعوا. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش الدعم كده. اللايك بيرفع القناه، وان شاء الله انا مش هرفع قناتي غير بيكم، وان شاء الله مش هظهر كده على اليوتيوب غير بيكم انتوا وبدعمكم ان شاء الله. تمام. هقشر كده الايه اللفت زي ما انتوا شايفين كده، وهنضفه. طبعا مش هستكفى بيه كده، لا طبعا. تمام. هخلي العروق الخضرة ديت مش كتيرة، يعني اللي هلاقي عروقها تخينة كده وحلوة تتاكل في المخلل هخليه. اي بقى عرق اصفر رفيع كلام من ده هشيله. تمام. هاخد حاجات بسيطة بس من العروق الخضرة دي. هاجي بقى كده على الحوض، وحاملة كده بولة مية، وهغسل اللفت بتاعي. هنقعه شوية يعني علشان الطينة اللي بتبقى موجودة جواه ايه تنضف كده. تمام. وهمسكه بعد كده واحدة واحدة كده، واغسلها ونضفها. طبعا احنا مش عشان هو مخلل بقى بنغسلهوش، طبعا لا، لازم يتغسل وطبعا المخلل دوت بيبقى في كل بيت مصري، بيبقى جنب اي اكل. اي اكل بيبقى جنبه مخلل. طبعا ب5 جنيه هيعملوا لي برطمان ما شاء الله عليه، وهيعملوا لي حلة محشي ب5 جنيه. تمام. معايا كده كام قرن شطة، او احنا عندنا هنا بنقول شطة، فلفل حامي. كام قرن كده يعني هغسلهم، وهقسم القرن 2 كده، علشان ايه يعني يطلع الايه الحرقان بتاعه في اللفت، يعني يبقى اللفت كده واخد من طعم الفلفل الحامي. هقطع العروق الخضرا دي كلها كده الاول، وبعد كده هقطع الروس. عندك بقى سكينة مشرشرة، عندك سكينة عادية، حسب ما انت حابة. تمام. هقطعها بقى كلها كده كويس. والله يعني ايه، من 5 جنيه عملنا اكلة ما شاء الله. معايا القطاعة دي انا اشتريتها مع اللفت، يعني وانا بشتري اللفت لقيت القطاعة دي وبتتباع ب5 جنيه. قطاعة وقشارة ومبشرة، يعني فيها كذا استخدام كذا حاجة، وب5 جنيه حلو. اي حد بلاقيه فارش كده في السوق يعني، وبستغلبه، بحس ان هو يعني على قده، بشتري منه. جبران الخاطر على الله يا جماعة. تكبروا بخاطر حد، ربنا هيكبر بخاطركم ان شاء الله. تمام. قطعته كده ونقرشته كده، وراح شكله حلو. لو جيت اشتريته ب5 جنيه مخلل، مش هيعملوا لك طبق صغنن. شايفين ب5 جنيه ملولنا طبق ازاي. عندي هرسة الشطة كده اللي انا بخزنها عندي في البيت، حطيت معلقة كبيرة،
وحطيت حوالي معلقتين من الخل ومعلقة من السكر. معلقة من السكر دي اساسي في مخلل اللفت او في اي مخلل انا بحط السكر. وجبت ليمونة كده كبيرة قطعتها كده ايه شرايح، وبعد كده قطعتها ايه زي صوابع كده، وحطيتها كمان على الايه على اللفت. وكمان جبت الملح، هحط حوالي 4 معالق مليانين من معالق الاكل بتوعنا على الايه على اللفت. يبقى انا حطيت معلقة كبيرة من هريسة الشطة و4 معالق من الملح، وحطيت معلقة من السكر ومعلقتين من الخل الابيض، وهقلبهم كده كويس في البولة بتاعتي دي. وفي الوقت اللي انا كنت بعمل فيه بقى اللفت دوت كنت حاطه ميه كده في البراد على النار، وسبتها ايه تغلي علشان هعمل بها اللفت. عقبال هي ما تبرد يكون اللفت بتاعي اخد وده في التتبيله بتاعته. اجي بقى على ورق اللفت، حطيت شويه ميه كده فيهم معلقه ملح ومعلقه سكر. معلقه سكر بتخلي الورق بتاعنا طعمه حلو، مش حكايه طعمه حلو يعني مسكر، لا بيشيل المزاز. تمام. هسلقه كده وهحطهم ايه في كيس لغاية ما اجي اعمل المحشي بتاعي بتاع اللفت، وان شاء الله اصوره لكم. محشي اللفت بيكون جميل جدا وطعم والله ولذيذ. تمام. يبقى ب5 جنيه عملنا مخلل وعملنا محشي، وكان يعني الحمد لله وفري ودبري وتصرفي. تمام. بعد كده بقى لما المية بردت نزلت بيها على المخلل بتاعي على اللفت، وهعبيه بقى في برطمان. البرطمان بتاعي يكون نضيف وناشف ما فيهوش اي حاجه علشان ما يريمش بعد كده معايا الايه المخلل. وهنزل كده في البرطمان زي ما انتوا شايفين باللفت والميه، وهقفل عليه حوالي 3 ايام كده. هتبص تلاقي لونه راح بامبا كده حلو، وتاكلي منه جنب الاكل. ب5 جنيه ملينا الدنيا خير. تمام. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.